جميلة من ليالي رمضان. اليوم ويانا ضيفة كلكم تحبوها إذا كبار وإذا صغار، غابت علينا وعن شاشتنا، وتحديدا غابت عن شاشة العراقية 14 سنة. رح نتعرف عليها وكل أخبارها وتفاصيلها حبيبتي الفنانة وفاء حسين. مساء الخير عليك. مساء النور حبيبتي. رمضان كريم. الله أكرم حبيبتي، شكرا. صار ايش قد ما طالب شاشة العراقية؟ 14 سنة. 14 سنة يعني عمر. اي طبعا عمر. شنو الأجواء من اجيتي لبغداد؟ وينك؟ وين غايبة؟ ليش مختفية؟ ما مختفي يعني اشتغل، بس هاي السنة ما اشتغلت، أنا خليت ريست روحي ما اشتغل هاي السنة. اشتغل كل سنة بس رمضان عمل أو عملين، بس أنا عايشة حلم هسه ببغداد. شو شفتي بغداد بعد هاي السنين؟ نفس الشيء، بس أنا أقول لك الزحمة اللي صايرة بيها شوية، الخوف منا راح يصير انفجار منا هذه، بس تعودت يعني صار لي كم يوم أنا تعودت على الموضوع. حلو، دليتيني يعني من جيت والامور ماشيه تمام. لا مناسيه. شلون شفتي الوضع ببغداد؟ ده كان على الصعيد الدراما، الفن بصوره عامه، المسرح، ايش قد تغير الفن من جيلكم لهذا الجيل؟ وايد طبعا، وايد تغير. المسرح تغير، التلفزيون تغير، طرح المواضيع تغيرت، يعني احنا لحد الان ما تغيرنا وما خرجنا من نمط انه هو الحروب. الى متى احنا نظل مسلسلاتنا، اشيائنا، امورنا كلها حروب حروب حروب. صح. راحت الدراما القديمه، يعني الدراما اللي الرومانسيه اللي نقول عليها، القصص العائليه كذا، كلها راحت هذه، يعني احنا ما متواجدين. صارت حتى الناس اللي برا ما تشوف من عندنا بس حروب وخراب، بس احنا لا نحب ونحب الحياه ونطلع وعندنا علاقات اجتماعيه. يعني احنا عندنا مثلا انا اصدقاء عرب فنانين وفنانات دائما ينتقدون على هذا المسألة، يعني انه تقول لك انت قناتكم قناة العراقية هي قناة الشعب، هي اللي لازم تظهر للعالم العربي وتوضح لنا ما بداخل العراق. نعم. احنا بدنا نوضح للعالم العربي انه بداخل العراق العراق حروب واضطهاد وقتل وما ادري شنو ونظام وكذا. لا، هاي الامور لازم نعيدها احنا ونعيد صياغتها من اول، يعني خاصه كتابنا لازم يفكرون شلون يطلعون للناس الحياه العراقيه اللي موجوده حاليا. طيب هيك حاله شنو يراد لنا او احنا ايش راح نسوي؟ يعني المفروض خبره ست وفاء حاليا خبرتك تدرس حبيبتي، لكن ست وفاء وين؟ من ضمن جيل ست وفاء وين؟ عوفك من ست وفاء والجيل اللي مثلها، زين اللي موجودين حاليا هذول هنا اللي بالعراق اللي ما يقدرون، يعني لقمة العيش مالتهم اللي ما يقدرون يوصلوا لها. طيب انتم ليش ما تخصصون لنا كذا؟ ليش ما تسوون لنا رواتب ترجعوها؟ ان خصصي ميزانية للعراقية، خصصي ميزانية للعراقية حتى تشتغل دراما من جديد. زين شنو هاي البرامج اللي موجوده كان خصصتوا عملين ثلاثه يشتغلون بها كل الممثلين الموجودين الفنانين، لكن هسه حاليا اكو اعمال بس نفس الوجوه نشوفها. هذه أنا لا حد يزعل من عندي، بس يعني اذا نفس الوجوه تقولين نفس الوجوه، اذا هذه تسمى جروبات. اذا احنا ليش ما يعني وسطنا دراما صارت حكم الجروبات حاليا؟ وليش لا يجوز اذا هم متكررين بنفس الاعمال لنفس المخرج ولنفس المؤلف ولنفس الممثلين، اكيد جروبات تسمى هذه. طيب دائما السؤال اللي دائما يكرر ونريد له حل، الدراما العراقيه، انت احنا كنا نسولف قلتي احنا نجوم محليين فقط. زين احنا شو وقت راح ننطلق عربيا؟ احنا بس واحد اثنين من عندنا منطلق عربي، لكن البقيه على النطاق المحلي فقط. وانا قلت لك حبيبتي، احنا لو لقينا نص خارج عن الحروب وخارج عن السياقات اللي موجوده، التفجيرات وش قال فلان وش حكى فلان والصراعات السياسيه، احنا راح نقدر نسوق اعمالنا بكواليتي حلو، نقدر نسوقها لاي دوله عربيه. وقبل فتره انا حكيت يمكن في قناه ما عن هذا الموضوع لصديقه الي، حابه انه تاخذ الدراما العراقيه وتسوقها للخليج مثلا، يعني تدخلنا للسوق الخليجي.